ابعد من هون. يلا اتحرك. ابعدوا من هون. تحركوا. شبك ما عم تسمع؟ بعدي هيك. تحرك. بعيد. ما عم تسمع؟ بعيد. تحركوا تحركوا. رح استناك، بالاخير بدك تطلع. شو ما بلشتوا اكل؟ كيف فينا نبلش قبل ما تجي حضرتك؟ شكرا كلكم لطيف. مسكتوا ارهابيين الاوتيل؟ للأسف لا يا سيدي، بس نحن عم نحقق بالقصة حتى أدق التفاصيل. يبدو انتوا هون ما عم تفهموا. انا عندي هدف واحد بس، هو توحيد العراق، وبعدين تشكيل حكومة دائمة كدليل على انه فينا نعيش مع بعض هون بسلام. بس طالما انتوا عم تتحالفوا مع الاتراك وعم تتحالفوا مع العالم العربي، وانتوا مصرين كاكراد انكم تعملوا دولة كردية مستقلة، فانا بقول لك انه السلام اكيد ما رح يصير، وهذا الشيء انا ما رح اسمح فيه. بتمنى انكم تفهموا حكي. ممكن نينة كراش لو سمحت؟ تفضل. بس انتوا ما عملتونا مثل بعضنا البعض، تتهمونا انه نحن اللي جبنا صدام. العرب بنظركم ارهابيين، ليش اتهمتوا الناس بالعرس وعاملتوهم على انهم ارهابيين؟ بس لانهم مبسوطين وعم يضربوا نار بالهواء؟ لا 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 ابدا، لانه انتم بالحقيقة عم تدعموا الارهابيين. طيب خبروني مشاكلكم ورح احاول حلها. نحن عم نتهجر، وقرانا كلها عم تعاني من التهجير بسبب المسلحين الأكراد. عم يهجروا الناس من أراضيهم بالقوة بأعذار مختلفة، وكله تحت تهديد السلاح الكردي. ومو بس نحن، مو بس ضيعنا، كمان الضيعة العربية كلها عم تعاني من هي المشاكل. هذا الحكي صح ابو طارق؟ للأسف هذا صحيح، وكل هذا الشيء مشان شيء وحيد، البترول. عم يهجرونا من مناطق حقول النفط، الموصل وكركوك أول بأول. البترول هو أهم شيء عم يطلع من هالأرض، نحن ما لنا حق فيه. لا لا ابدا، اكيد الكم حق فيه، بس لازم بالاول يصير في امن وبعدين بنشوف المشاكل الاقتصادية اللي بيناتكم. يعني كيف بدنا نقسم البترول ولسه ما في استقرار؟ شلونك؟ منيح؟ منيح، كيفك انت؟ الحمد لله. هلا خلونا اذا بدكم نشوف الطلبات الاساسية اذا بدكم. للأسف في كثير من العرب الأبرياء سجنتوهم واخذتوهم على مراكز شرطة، وانتوا عم تدعوا انهم مرتبطين بمنظمات ارهابية. للأسف كمان كثير عيال ماتت رجالة بهدول المراكز، انا بأكد لك هذا الشيء. رح اهتم بهي القضية بشكل شخصي. طلبنا واضح وصريح، بدنا كل العيال ويلي تهجرت بالقوة من ضياعها ترجع بأمان، ومن هلأ ورايح لازم الأكراد يبطلوا يعاملونا كأقلية. هذا مطلب كتير مهم وأساسي. طيب أنا رح أهتم بالعائلات المهجرة إذا كان في شي مشاكل بالنسبة لوضعهم الحالي، ورح نشتغل كمان على تأمين رجعتهم الآمنة. بسيطة. نحن بدنا تزيدوا الدعم المالي مشان الأمن والاستقرار، وبدنا كمان تزيدوا الخبراء لتطوير المنطقة. ما في أي عميل بالCIA إلا وسمع هذا الطلب هو نفسه من المناطق الكردية آخر 20 سنة.
لوين ابو علي؟ لا عند علي. بترجاك لا تساوي شي. ليلى بعدي من هون. مشان الله لا تساويها. أنا بتشكركم كتير. شكرا كتير على الغداء. الغداء طيب. يلا تحركوا تحركوا. لو سمحت فيني احكي معك دقيقة واحدة لحالنا؟ ايه طبعا، وانا كمان بحكي معك. ان شاء الله ما يصير لهم شيء. يلا يلا. وين اختفى؟ رح دور عليه من هون. فوت لجوا.
توجع شوي. إذا بتحب أعطيك مسكن. كيف بتجرؤوا؟ هي وقاحة. يعني بالنسبة للحياة يلي عم يعيشوها، في ناس بيموتوا ليطلعوا على الجنة، بركي بيلاقوا السعادة بالحياة التانية. يعني ماني عم افهم كيف بيتخيلوا انه هن رايحين على الجنة وهن مانن مؤمنين. يعني انت بتروح على الجنة انا لا، هيك بتقصد؟ الرب بديانتنا عطانا العالم كله، وبعدين اختارنا لإلنا مشان نأسس مملكته العظيمة. ما عندي اعتراض عليك، بس بديانتي شعبي الوحيد هو يلي عمل عهد مع الرب، ومشان هيك الرب هو يعملنا لوحدنا شعبه المختار. تقدر تجاوبني على هالشي؟ مورفين. سيدي، حدا من رجال مراد شافوه هنيك. هالزلمة حارسه الشخصي. جيب الزعيم التركي. أمرك. حدا اجا؟ لا سيدي. شو أخبار الأستاذ حسن؟ الحمد لله بخير سيدي، أخذوه على المستشفى للفحص. واللي فجر؟ ما عرفنا مين. روح واعرف لي مين. حاضر. فوتوا. لحظة، استنوا هون. أول مرة بنتعامل هيك، إن شاء الله خير. إن شاء الله. حسن، قلت لي آخر مرة شفتك فيها إنه بدك تحاكيني على جنب. مثلا سام في قنبلة رح تنفجر بعد ثواني، ولا سام هدول الرجال اللي جبناهم من تركيا رح يقنصوك انت ورجالك بالرصاص بعد القنبلة. شو رأيك؟ قلي. وين كنتوا؟ الطريق كانت خطرة. صار لازم نترك المكان، صرنا بخطر. خطر؟ شو هالحكي هاد؟ عم تتجنى علينا، كنا كلنا هنيك، يعني كانت حياتنا كلنا بخطر. حسن، هي آخر مرة رح أسألك، وين مراد علمدار؟ مراد علمدار؟ بدك تقلي وينه؟